بسرد أسماء بعض شهداء بيشمركة كردستان في شنغال شبيبة إقليم كردستان أنهوا دجل وأكاذيب حزب العمال الكردستاني بككا. في حزيران عام 14 انسحبت فرقتان من الجيش العراقي في الموصل أمام هجمات داعش دون قتال، وتركتا وراءهما جميع معداتهما العسكرية والأسلحة والعتاد. وفي العاشر حزيران 14 سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل بالكامل، وتوجه صوب بغداد بأسلحة فرقتي الجيش العراقي، وبات على مشارف بغداد، لكنه فجأة غير اتجاه بوصلته وفق أجندات جهات مظلمة وأعداء كردستان، وأدار فوهة مدافعه ودافة إرهابه صوب إقليم كردستان. فهجم بيشمركة كردستان واستشهد نحو 2000 من البيشمركة في حرب الدفاع عن كردستان المقدسة وحمايتها من هذه الهجمات. هذا عدا آلاف الجرحى والمصابين في صفوف البيشمركة. في البداية حاصر داعش شنغال، ومن أجل فك الحصار عن شنغال حاولت قوات البيشمركة تحرير طريق زمار، وبدأت معارك عنيفة مع مرتزقة داعش، واستشهد وجرح العديد من البيشمركة في هذه المعارك، وليس من أجل حماية وتحرير شنغال وحدها، ولكن بعد احتلال شنغال وسقوطها بتاريخ 3 آب 14 استشهد وجرح العديد من بيشمركة كردستان. لكن رغم هذا هناك أطراف أمثال بككا تحاول جاهدة لغاية اليوم أن تبدي للعالم أنه لم يستشهد أو يجرح أي بيشمركة من أجل شنغال. شارك أكثر من 7500 عنصر من بيشمركة كردستان في العمليات التي بدأت في 12 تشرين الثاني 15 لتحرير شنغال من قوات بيشمركة زيرافان، وحدات بيشمركة روشافا، قيادة شنغال، قيادات الدعم الأولى، قيادة بارزان، القوات الخاصة الأولى والثانية، بيشمركة جولان، قوات مكافحة الإرهاب، القوة 32، قوات جينجا دهوك، الألوية الرابعة والثامنة والثانية عشر التابعة لوزارة البيشمركة، بالإضافة إلى القوات المتطوعة. وفي 13 تشرين الثاني تم تحرير شنغال بالكامل من إرهابي داعش بقيادة مباشرة للزعيم مسعود بارزاني. نعم، تم تحرير شنغال على يد قوات بيشمركة كردستان وحدها، ولم تشارك أي قوة أخرى في عملية تحرير المدينة. لكن بككا وكما هو الحال دائما أراد سرقة انتصار هذه الملحمة التاريخية، فتوجهت وحدات لبككا من روجافا إلى شنغال، وحاولت صناعة أسطورة مفادها أن 12 مقاتلا من الجريلا حرروا شنغال وأنقذوا اليزيديين. تحرك بككا بالتنسيق مع القوات العراقية لعرقلة عملية تحرير شنغال، وعندما راونا العملية على وشك الانتهاء والتتويج بالانتصار نزلت بعض قوته من جبل شنغال إلى المناطق التي حررتها البيشمركة، كما حاولوا مرة أخرى أن يكونوا شركاء رئيسيين لهذا النصر العظيم على الإعلام، فرفعوا أعلامهم على صوامع سائل شنغال والأماكن الهامة في المنطقة. لكن الحقيقة هي أن قوات بككا لم تطلق رصاصة واحدة على داعش خلال هذه العملية على الإطلاق، وبدأ بككا بحملات دعائية واستعراضات إعلامية في المناطق المحررة، أي أن مشاركة بككا في عملية تحرير شنغال كانت من أجل الصحافة والإعلام فقط، بينما في الواقع لم يشارك إطلاقا في عملية تحرير شنغال. كانت حصيلة عملية تحرير شنغال استشهاد 2 من البيشمركة وجرح نحو 10 بيشمركة آخرين بجروح خطيرة. لكن بعد هجمات داعش عام 14 قدمت قوات البيشمركة ما مجموعه 600 شهيد لفتح الطريق وتحرير شنغال. في الآونة الأخيرة نشرت أسماء 118 من البيشمركة الكردستانية من مجموع 600 على وسائل التواصل الاجتماعي في إقليم كردستان ممن استشهدوا في شنغال وضواحيها. أسماء الشهداء البيشمركة في شنغال: أحمد بوزان إبراهيم استشهد في شنغال في 12 تشرين الثاني عام 15. أحمد زراب سلطان استشهد في شنغال في 26 أيلول 15. أحمد محمد إبراهيم استشهد في شنغال في 18 آب 15. إدريس عبد الله شمس الدين استشهد في شنغال في 25 نيسان 17. إيدي باد الخلف استشهد في شنغال في 20 تشرين الأول 14. أركان أحمد موسى استشهد في شنغال في 18 شباط 16. آزاد إسماعيل خديدة استشهد في قرية كوجو شنغال في 21 كانون الأول 14. إسماعيل بولو إبراهيم استشهد في شنغال في 21 كانون الأول 14. إسماعيل سعيد بابير استشهد في شنغال في 25 نيسان 17.
أكرم إسماعيل شريف استشهد في شنغال في السابع كانون الأول 15. أمكيان مصطفى باديني استشهد في شنغال في الثاني آب 14. أكرم قاسم عزيز استشهد في شنغال في الثاني آب 14. أمين يعقوب علي استشهد في شنغال في السابع أيار 14. إنذار حسين زبير استشهد في شنغال في الثاني آذار 15. أياس أمين خديدة استشهد في قرية كوجو شنغال في الثالث آب 14. باس الحاجي حاجي استشهد في سنونة في السابع كانون الثاني 15. بهجت محمد سعيد استشهد في جبل شنغال في 25 نيسان 15. بهزات محمد عباس استشهد في شنغال في الثاني آذار 15. توفيق لقمان موسى حسين استشهد في شنغال في الثالث آب 14. جوزل ناصر صالح استشهد في شنغال في الثالث آب 14. حج خورتو خليل استشهد في جبل شنغال في 23 تشرين الأول 14. حرب علي يوسف استشهد في شنغال في الثامن آب 14. حسن حاج مراد استشهد في سولاغ بشنغال في 13 تشرين الثاني 15. حمدي أمين خديدة استشهد في قرية كوجو بشنغال في 3 آب 14. حمي شرف بادر استشهد في شنغال في 3 آب 14. حواس حسو كتو استشهد في شنغال في 20 كانون الثاني 14. خضر راشو سافوك استشهد في شنغال في 17 كانون الأول 15. خضر خديدة علي استشهد في جبل شنغال في 23 تشرين الأول 14. خديدة بركات خديدة استشهد في شنغال في 9 تشرين الثاني 14. خضر إلياس خضر استشهد في شنغال في 13 تشرين الثاني 15. خضر قرو سليمان استشهد في شنغال في 20 آذار 16. خالد حجي نمر استشهد في شنغال في 3 آب 14. خلف سليمان شفان استشهد في شنغال في 23 آذار 15. خلف علي عتو استشهد في شنغال في الثاني كانون الأول 15. خلف فرسان كرمز استشهد في شنغال في 13 تشرين الثاني 15. خير مراد خضر استشهد في شنغال في 23 تشرين الأول 14. داود سليمان حسن استشهد في شنغال في الثاني آذار 15. داود قاسم خلف استشهد في شنغال في 13 تشرين الثاني 15. دهام كبير خضر استشهد في شنغال في الثاني تشرين الأول 15. دهام دخيل عمر استشهد في شنغال في الرابع آذار 15. ديندار مصطفى عبد الله استشهد في شنغال في 21 كانون الأول 14. رشيد ميكائيل فتاح استشهد في شنغال في السادس كانون الثاني 16. رفعت فرحان تيلو استشهد في شنغال في 21 كانون الأول 14. رمضان أنور محمد استشهد في شنغال في 16 تشرين الثاني 15. رزان علي محمد استشهد في سنونة في 15 حزيران 14. زيد سليمان سلو استشهد في قرية جدير شنغال في 7 كانون الأول 15. زيد محلو سيدو استشهد في شنغال في 18 نيسان 15. سالم سليمان يوسف استشهد في شنغال في 14 أيلول 15. سامي إسماعيل سرحان استشهد في شنغال في 13 تشرين الثاني 15. سردار ياسين مصطفى استشهد في شنغال في 7 أيار 15. سعد مشكو عمر استشهد في شنغال في 6 آب 14. سلام حجي إلياس استشهد في شنغال في 27 شباط 15. سليمان دينو خضر استشهد في مخيم كبرتو شنغال في 22 كانون الأول 14. سليمان تاجر موسى استشهد في سنونة في 13 شباط 15. سهام كريم خضر استشهد في شنغال في 21 كانون الأول 14. شهوان فاضل حسين استشهد في شنغال في 16 تشرين الثاني 15. شيرزاد محمد معصوم استشهد في شنغال في 14 تشرين الثاني 15. صباح حسن بيسو استشهد في شنغال في 4 آذار 15. صلاح خليل بيرو استشهد في شنغال في 16 شباط 15. صلاح ميرزا حسن استشهد في شنغال في 4 آذار عام 15. طلال إلياس استشهد في سولاغ بشنغال في 30 آب 18.
عامر خضر جدعان استشهد في قرية كوجو بشنغال في الثالث آب 14. عبد الله محمد يوسف استشهد في شنغال في 31 أيار 16. عبد المناف طه عمر استشهد في شنغال في 2 تشرين الأول 16. عبد القاسم حجي استشهد في شنغال في 21 كانون الأول 14. عزت بابير إبراهيم استشهد في شنغال في 2 آذار 15. عصمت محمد آغا استشهد في شنغال في 17 تشرين الثاني 15. علي أحمد عثمان استشهد في شنغال في 30 كانون الأول 14. علي جميل خلف استشهد في شنغال في 29 كانون الثاني 15. عيسى عبد الخالق عبد الرحمن استشهد في شنغال في 22 آب 15. فاروق ميشو عمو استشهد في قرية كوجو بشنغال في 15 آب 14. فرحان علي خلف استشهد في شنغال في 6 شباط 15. فرهاد عز الدين فارس استشهد في شنغال في 28 تشرين الأول 14. فيصل حج رشو استشهد في شنغال في 13 تشرين الثاني 15. فيصل حسن عطية حامد استشهد في شنغال في 26 تشرين الثاني 15. كمال إلياس نمر استشهد في شنغال في 13 تشرين الثاني 15. لقمان عبد الله حجي استشهد في شنغال في 12 تشرين الثاني 15. ماهر طير كري استشهد في شنغال في 2 آذار 15. مجد الحزرة رشو استشهد في شنغال في 2 كانون الثاني 17. محسن حامد إبراهيم درويش استشهد في شنغال في 12 تشرين الثاني 15. محسن مراد محمود استشهد في شنغال في 13 حزيران 15. محمد أمين ميرزا باكر خان استشهد في شنغال في 25 كانون الأول 14. مراد قاروجيان استشهد في جبل شنغال في 21 تشرين الأول 14. مروان مصطفى طاهر استشهد في شنغال في 12 تشرين الثاني 15. مروان حجي أفضل استشهد في غازوكا بشنغال في 27 كانون الثاني 15. مسعود عبد الله علي استشهد في شنغال في 24 كانون الأول 14. مصطفى رسول حمو استشهد في شنغال في 25 نيسان 17. مصطفى إسماعيل إبراهيم استشهد في شنغال في 12 شباط 15. مميال موسى يونس استشهد في المحمودية شنغال في 30 أيلول 14. ميرو قنبرة كريم استشهد في شنغال في 14 أيلول 15. ميفان شعبان حسن استشهد في شنغال في 7 كانون الثاني 15. نامق عز الدين فارس استشهد في شنغال في 2 آب 14. نبيل حامد صالح استشهد في شنغال في 2 آذار 15. نفروس عبد المجيد محمد استشهد في شنغال في 7 كانون الثاني 15. هادي خلف جردو استشهد في شنغال في 9 حزيران 15. هاشم علي صادق استشهد في شنغال في 8 أيار 16. ولي نعمان طاهر استشهد في شنغال في 14 أيلول 15. ويسي عبد الله سعد استشهد في شنغال في الأول من تشرين الأول 15. ياسين ماهر قادر استشهد في شنغال في 10 أيار 16. يوسف بركات خلف استشهد في شنغال في 13 حزيران 15. صباح حسين إلياس استشهد في شنغال في 3 من آب 14. شيرزاد إلياس عفر استشهد في شنغال في 3 من آب 14. خالد حج نمر استشهد في شنغال في 3 من آب 14. نوري حسين عبوش استشهد في شنغال في 24 تشرين الثاني 15. هادي مهدي إلياس سلطان استشهد في جبل شنغال في 3 من آب 14. أرشد زيرو حمو استشهد في زمار في 17 كانون الأول 14. بابير سيف الدين بابير محمد أمين استشهد في زمار في 17 كانون الأول 14. حسن خلف كمو استشهد في زمار في 17 كانون الأول 14. صالح أحمد أفضل استشهد في كاريز في 17 كانون الأول 14. ظاهر حج درباس استشهد في زمار في 17 كانون الأول 14. فلاح حسن يوسف استشهد في زمار في 17 كانون الأول 14. فهيل فؤاد علي استشهد في زمار في 17 كانون الأول 14. مسعود إدريس عثمان استشهد في زمار في 17 كانون الأول 14.
هوار محمد طاهر إبراهيم استشهد في زمار في 17 كانون الأول 14. وليد خالد إلياس استشهد في سولاخ في 19 تشرين الثاني 15. الرائد عبد السلام يوسف استشهد في شنغال. محمد صديق أحمد استشهد في زمار في 13 كانون الأول 14. دندار مصطفى عبد الله استشهد في شنغال في 21 كانون الأول 14.